عز وجل يقول إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، ثم استثنى أناس فقال إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. يحافظون دائمون ويحافظون. سبحان الله، إذا كانت هذه الصلاة تحل مشاكل في السماء، ما تحل مشاكل في قلبي وقلب كل مسلم وكل مقبل على هذه الصلاة. يعني الرجل يقول أنا كنت مريض، أنا كنت الله سبحانه وتعالى ربما يبتلي الإنسان في هذه الدنيا بأمراض، ربما يبتلي الإنسان بهم. تدري ليش؟ عشان ينطرح بين يدي الله. الله عز وجل يقول في سورة السجدة ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، الهموم، الكروب، الأمراض، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. تخيل معي شيخ علي، ختم الله عز وجل بالآية إيش؟ لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. والعبودية يعرفها شيخ الإسلام ويقول هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. سبحان الله، من الأشياء التي تفرح الإنسان، من الأشياء التي تفرح الإنسان في طريقه في التوبة إلى الله عز وجل، الله عز وجل يقول وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. الله عز وجل يمتع المستغفر والتائب إلى الله عز وجل متاع حسنة في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة. سبحان الله، من الأشياء التي تفرح الإنسان وتجعله سعيد في طريق التوبة، ربما يتساءل الإنسان طيب ذنوبي اللي فعلتها، الأشياء التي فعلتها مع الله عز وجل ما مصيرها؟ اسمع ماذا قال الله. الله عز وجل يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. بل الشيخ علي، نعم، سبحان الله، أن التائب بسبب توبته إلى الله بهذه التوبة يدخل الجنة. في سورة الأعراف الله عز وجل يقول إن الذين اتقوا متقين، أهل تقوى، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون.